السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توك كيوت قوي، طقم جميل جدا، توكتين أستيك في منتهى الجمال. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله ونسمي باسم الرحمن ونقول هنعمل ايه وطلباتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا التوكة جميلة ازاي وسيمبل قوي وهادية، واللون بتاعها جميل جدا، اللون الموف مع البينك حلو جدا. عندنا ساتان 4 سنتي وساتان 1 سنتي. أنا جايبة الساتان 4 سنتي روز، وجايبة ساتان 4 سنتي موف، وجايبة شريط ساتان رفيع سنتي موف. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى هنعمل 17 سنتي، هاخد شريطين 17 سنتي، ادي الشريطين، والشريطة دي 20 دي 22 سنتي، ودي 20 سنتي، دي متنية 20 سنتي. يبقى شريطة 20 وشريطة 22 وشريطتين 17، ودي شريطة الروز دي 8 سنتي، برضو شريطتين 8 سنتي من الروز، ودي شريطتين 6 سنتي، شريطتين برضو. مقاسات سهلة وحاجات بسيطة جدا اللي هي هيتعملوا بيها الفيونكة الفوقانية دي. وهنا بقى هعمل الفيونكة التحتانية، هي بالظبط 33 سنتي. بصوا انا هعملها بالطريقة دي، هتبقى زي علامة في من قدام ومن ورا عادي. بصوا من ورا ادي، هي سهلة. الباترون اللي معايا ده 8 سنتي، هي المفروض بيني وبينكو كده كانت اتعملت 10 سنتي، بس ما علينا، هي شغالة برضو. 10 سنتي كانت هتدي يعني كبر شوية عندي. بصوا عملتها زي علامة في من قدام ومن ورا عادي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللي وصل معنا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد. بصوا السراجة بقى انا سرجتها خلاص كده، هشيل المشابك بتاعتي واطلعها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده خلاص، اشد بقى السراجة هتديني فيونكة جميلة قوي. هنا بقى عملت لزقت الحتة، انا لزقت الشريط على اللي انا تانياها عشان هحطها كده. نيجي بقى نعمل الفيونكة الفوقانية. 17 سنتي دول هتنيهم كده، اعلم علامة النص وهعمل مثلث. الاول هلسع بالولاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. التوكة سهلة جدا والله. اول حاجة بلسع بس الايه الشرايط اللي عندي عشان التنسيل، طبعا عشان ما تنسلش. بعلم النص في اللي هي 17 سنتي.
نرجع بقى اللي هي 17 سنتي. اعمل مثلث بالطريقة دي من نص الشريطة، مش هتنفع. هعمل المثلث واروح قلب الشريطتين كده على بعض زي ما انتوا شايفين. هعلم بالولاعة امسحهم من الحروف عشان يمسك. هنا بقى هحط مشبك عشان يبقى مظبوطة معايا. ادي بقت بالشكل ده. مفيهاش شغل خالص، هي مجرد بس ان انا اعملها. بصوا عملتها تاني قدامكم، هتنيهم برضو على بعض لحد كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ومن الناحية التانية انا نسيت الكاميرا. بصوا ادي المثلث بتاعنا. هحط الشريط الروز على بعد سنتي من الحرف. بصوا على بعد سنتي اهي، واروح تانية المثلث كده. دي الشريطة اللي هي 17 سنتي اللي انا عملتها. هتني المثلث بتاعها بالطريقة دي واحط الروز على بعد سنتي، وارجع بقى بالشريطة البنفسجي اللي هي 6 سنتي من اول ايه حرف المثلث وحرف الشريطة من فوقيهم. فالشغل اهي. بصوا اهي المنظر ده. جميلة جدا السراجة طبعا، وبتكششيها. بصوا المنظر. ما تنسوش الروز اللي تحت دي بتبعد سنتي عن المثلث بتاع الموف. بصوا المنظر. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المقاسات اللي بتبقى قدامكم على الشاشة بتبقى بتوكة واحدة اهي. بصوا المنظر بتاعها. هلزق بقى بالشمع. خلصت التوكة، بسيطة وسهلة مفيهاش شغل. مجرد انك بتجمعي المقاس بيدي المنظر الجميل معاكي كده. حطيت بقى الفيونكة اللي انا عاملاها من اللي هو 1 سنتي.
دي بقى الفيونكة التحتانية، هحط عليها الشمع عشان ألزق عليها الفيونكة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. توكة بسيطة أوي، مخدتش وقت، سهلة، مفيهاش شغل، تبان ان فيها شغل، هي مفيهاش شغل خالص. هنا بقى احط الساتين السانشي، الزقه كده، واجيب الاستيك كمان هلزق الاستيك. الاول هثبت بس الساتين، هلف كام لفة. انا مش عاملة اللي هو الساتين اللي في النص ده ليه مقاس، حتى مش حطاه معاكم في المقاسات. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ألف بس كام لفة كده. حتى لو تلاحظوا أنا بلف من البكرة نفسها، من التوب نفسه، ما قصيتش. عايزة تعمليها 10 سنتي اعمليها، عايزة تعمليها 8 سنتي اعمليها، بس أنا ما قصيتش ليها مقاس. اجي بقى اقطع من فوق من هنا، انا مخليها من فوق عشان من فوق هتتدارى في اللي انا هحطه في النص، سواء وردة، سواء زرار، سواء اي حاجة، فيونكة، اي حاجة من الحاجات اللي هي الاكسسوارات اللي بنجمل بيها الاكسسوار بتاعنا. بس ادي التوكة خلصت كده، متاخدش حاجة، مخدتش وقت، وجميلة جدا وهادية قوي. احط بقى ده، انا عاملاها بوردة وحواليها لولي، الوردة بينك. كنت هحط فيونكة كده اكليريك برضو جايباها، بس دي عجبتني اكتر. هنا بقص بقى حرف الستان الرفيع، وديكوا شايفين حاجة كده جميلة جدا. كنت هحط الوردة دي، قلت احطها هنا او هنا، وبعدين قلت لأ، اللي في النص دي احلى. وكده خلصت التوكة، وطبعا بفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة، تفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش يا حبايبي، اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصله كل جديد، واللي موجود يعمل لايك ويعمل شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.